لو بتتمني تعيشي حياة بشكل جميل ومستقر، ويكون عندك صحة نفسية عالية جدًا ليكِ ولأولادِك ولزوجِك ولكل اللي حواليكِ، هاقول لِك نصيحة مهمة جدًا. نصيحتي ليكِ النهارده: اوعي تكوني بخيلة على نفسِك. البخيل على نفسه هو الإنسان المقصّر في حق نفسه. تخيلي إن أنتِ تعيشي الدنيا دي كلها وفي الآخر تكوني أكتر بني آدم، أكتر إنسان قصّرتِ فيه هو نفسِك. إزاي؟ إزاي ممكن الإنسان يقصّر في حق نفسه؟ الإنسان بيقصّر في حق نفسه لمّا يقصّر في عباداته وعلاقته بربنا. كل ما كانت علاقتِك بربنا ضعيفة يبقى أنتِ كده قصّرتِ في حق نفسِك، يبقى أنتِ كنتِ بخيلة على نفسِك، يبقى أنتِ خسرتِ الدنيا، خسرتِ حياتِك، خسرتِ الآخرة كمان. يبقى أنتِ كنتِ فعلًا بخيلة على نفسِك. عشان كده باقول لِك اوعي تكوني بخيلة على نفسِك. اوعي تعيشي الحياة دي كلها وتسعي فيها السعي ده كله، في الآخر تبقي أنتِ بخيلة على نفسِك ويتحكم عليكِ إنِّك إنسانة كنتِ بخيلة على نفسِك، علشان ما كانش ليكِ علاقة قوية، ما كانش ليكِ رصيد حلو وجميل وكبير مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تاجرتيش مع ربنا سبحانه وتعالى بالعبادات، بالطاعات. اوعي الحياة تاخدِك والدنيا تاخدِك وملذاتها تاخدِك، وما يكونش ليكِ علاقة وارتباط قوي جدًا، جدًا، جدًا بربنا سبحانه وتعالى. صلاتِك ما فيش حاجة تاخدِك منها، وما فيش حاجة تخلّيها تبقى صلاة قليلة، عدد وقتها قليل، جودتها قليلة، خشوعها ما فيش حاجة تستاهل في الدنيا دي كلّها تخلّي حالِك مع ربنا ضعيف. حاولي تكوني قوية، حاولي تكوني غنية، حاولي تكوني عندِك رصيد مع ربنا سبحانه وتعالى. الموضوع ده كل ما كانت علاقتِك بربنا قوية، كل ما كان عندِك طاعاتِك اللي بتعمليها وعلاقة وثيقة مع الله عز وجل ومع عباداتِك، هتلاقي إن صحتِك النفسية أصلًا كويسة جدًا. هتلاقي نفسِك إنسانة هادية، إنسانة متقبّلة الأمور، متقبّلة الابتلاءات، متقبّلة وصابرة على الحياة وصابرة على منغصات الحياة. هتلاقي نفسِك أم جميلة لولادِك، زوجة هادية ومطيعة ومحترمة مع زوجِك. هتلاقي حياتِك بصراحة، هتلاقي حياتِك يعني من الآخر كده ربنا هو اللي ممشّيها لِك. إحنا ما لناش في نفسنا حاجة، ربنا سبحانه وتعالى هو مقدِّر الأكوان. ربنا لمّا يجد في نفسِك الخير والطاعة، ربنا هييسّر له كل شيء في حياتِك. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودول في الدنيا وفي الآخرة كمان. يعني دايمًا الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أولياء الله إن هم لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة ولا ليهم أي مناقصات. سبحان الله، ربنا بيعلّي من شأنهم دايمًا. عشان كده باقول لِك اوعي تكوني تضيّعي حياتِك وتكوني شخصية بخيلة على نفسِك، وتلاقي في الآخر أنتِ ما عملتيش حاجة. كُلّه راح هباءً منثورًا. اوعي تكوني من النوع ده، اوعي تكوني من الناس دي. حافظي على نفسِك، حافظي على وقتِك، حافظي على عباداتِك، ادّي لكل حاجة حقها. ادّي الوقت ليكِ لصلاتِك حقها، لقرآنِك. كل يوم ليكِ وِرد قرآني، ادّي له وقته، ادّي له وقته وبتركيز، بخشوع، بهدوء. طاعات ممكن تعرفي تعمليها واعمليها. دايمًا حاولي تسعي تجري في الطاعات وتكوني من أهل الطاعات. ما تسيبيش وقت عندِك فاضي. حاولي كمان ما تنجرفيش مع الذنوب والمعاصي. أي حاجة ممكن تسبب لِك معصية أو صُحبة غير صالحة، سواء بتعلّمِك الغيبة والنميمة أو بتساعدِك عليها، سواء بتعملوا أي نوع من أنواع المعاصي. لأ، كل ده خُدي نفسِك منه، اسحبي نفسِك منه. أنتِ عايزة تجددي علاقتِك بربنا سبحانه وتعالى، تكون علاقة بدون ذنوب، بدون معاصي، تكون قايمة أكتر على الطاعة. حاولي تكون علاقتِك بربنا سبحانه وتعالى فيها جودة في العلاقة، فيها حُب، فيها رغبة، فيها إقدام، فيها إن أنتِ بتفضّي وقتِك وتفضّي حالِك كلّه عشان الله عز وجل. عشان أنتِ عارفة إن الوقت ده أنا أصلًا عبدة من عباد الله، ربنا خالقني للعبادة، فأدّي لربنا سبحانه وتعالى حقّه في العبادة، فربنا سبحانه وتعالى ييسّر لي أمري. يا رب أكون أفدتكم النهارده في نصيحة إنِّك اوعي تكوني بخيلة على نفسِك في الطاعات وفي العبادات، ويا رب دمتم بألف خير وسعادة، وتقبّل الله منا ومنكم. شكرًا.